السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أجدع شوية إكلير بطريقة سهلة وفي نفس الوقت ناجح معاكي، ولا أجدع حلواني. هيطلع بأقل نسبة تشققات ومظبوط وطعمه حلو قوي قوي. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. أول حاجة هبتدي بيها هو الحشو بتاع الإكلير. هعمل الكاستر البيتي. هنحط هنا نص لتر من اللبن او 500 ملي من اللبن، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. ممكن تستعملي فانيليا باودر لو حابة. بعد كده معايا 4 من صفار البيض، هحط عليهم ربع كوباية من السكر العادي اللي احنا بنستعمله في البيت العادي بتاعنا. هقلب بقى البيض مع السكر كويس قوي لغاية لما احس ان هو داب معايا. انا هنا كنت بقى بشتغل شوية بشوية كده علشان ايدي كانت بتوجعني، فكنت بعمل بالراحة. بعد كده هقلب بقى كويس قوي، وهزود هنا ربع كوباية من النشا او الكورن فلاور. تمام. هنقلبهم كويس قوي مع بعض برضو لغاية لما نحس ان النشا اتقلب مع البيض والسكر ويبقى كلهم قوام واحد. ومش هوصيكوا بقى تتفاعلوا مع اختكم في انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تكتبوا لي كومنت لطيف منكم. بيعجبني جدا تفاعلكم معايا على صفحتي او على القناة بتاعتي في اليوتيوب. بعد كده هزود بقى هنا اللبن شوية بشوية على خليط البيض علشان ما يستويش معايا. وبعدين بعد ما بقلبه كويس قوي اقوم مزوداه على اللبن، وافضل اقلب فيه وايدي ما تتشالش منه لغاية لما يستوي معايا علشان ما يعملش معايا تكتلات او يكلكع منك. وبعد كده هتقومي مزودة معلقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة، تقريبا حوالي 60 جرام من الزبدة. هنقلب بقى كده لغاية لما الزبدة تدوب معايا. وخلاص كده اطفي النار على الكاستر بتاعي، وهجيب بولة او طبق احطه جواه علشان اشيلها في التلاجة تسقع شوية. طبعا مش هقول لكم ان احنا لازم نغطي الخليط بتاع الكاستر علشان ما يعملش قشرة كده من على الوش وتبقى طبقة ناشفة تكلكع معاكي كده لما تيجي تقلبيه وتحشيه جوه الاكلير. هحطها بقى تسقع شوية في التلاجة عبال ما اعمل العجينة بتاعتي. اول حاجة انا معايا هنا نص كوباية مية على نص كوباية لبن، حطيتهم في حلة على النار، عليهم 115 جرام من الزبدة الغير مملحة. هحط هنا معلقة كبيرة من السكر وعليها ربع معلقة ملح. هنقلب كل الكلام ده كويس قوي لغاية لما يدوبوا كده في اللبن والزبدة. بعد كده هحط كوباية من الدقيق متعدد الاستعمال. الكوباية دي تقريبا ميزانها 150 جرام من الدقيق. هنقلب كده كويس قوي لغاية لما العجينة بتاعتنا تتشرب السوائل وتتبخر منها كويس قوي. اول ما تبتدي العجينة تستوي هتلاقيها عملت طبقة كده او قشرة في الحلة بتاعتي. انا هنا مستعملة طاسة ستانلس ستيل او حلة ستانلس ستيل. هتعمل معاكي قشرة. وفي نفس الوقت العجينة دي بتيجي تعلمي فيها بالمعلقة كده بتفضل محتفظة بشكل العلامة اللي انت عملتيها. ده دليل على نضج العجينة بتاعتنا. طريقتها سهلة وبسيطة، بس عايزة طولة بال شوية. هحط هنا العجينة في طبق كده وافردها زي ما انتوا شايفين عشان تبرد شوية. بعد كده مستعجلة عليها علشان طبعا التصوير، فبقوم جايبة المضرب بتاعي بقلبها كويس كده بيه علشان تطلع السخونية بتاعتها. هزود عليها هنا البيض واحدة واحدة. انا استعملت 4 بيضات. على كل مرة بحط فيها بيض احط عليها شوية من الفانيليا السايلة. عايزة تستعملي فانيليا باودر استعملي. انا بحب الفانيليا السايلة في المعجنات بيبقى ليها طعم حلو قوي. ممكن كمان تزودي عليها قشر برتقان او بشر برتقان او بشر ليمونة، برضو بيضيع اي ريحة مش مستحبة من البيض في العجينة. اللي انت بتحبيه او مستصاغ ليكي ممكن تعمليه.
ممكن كمان بديل للزبدة اللي احنا حطيناها في العجينة، بدل ما تحطي مثلا 150 جرام من 115 قصدي جرام من الزبدة، ممكن تقدري تستعملي نص كمية الزبدة زيت ونصها زبدة، وممكن تستعملي الكمية كلها زيت المتاح عندك ممكن تعمليه. طبعا هنقلب كده كل مرة نحط فيها البيض، هنقلبه كويس قوي مع الفانيليا في العجينة بتاعتنا لغاية لما نحس ان البيض اختلط مع العجينة كويس قوي. وطبعا ده بيخلي العجينة بتاعتك تبقى ناجحة وما فيهاش اي نسبة تشققات ومفرغة معاكي من جوه. ده كده الشكل النهائي للعجينة بتاعتنا، هتديكي شكل في كده لما تنزليها او تحركيها، قوام تقيل شوية كده وملزق. ده كده التب بتاعي اللي انا استعملته 8 اف تي، موجود عند بتوع مستلزمات الحلويات. هحط بقى هنا كمية مناسبة اقدر اتحكم فيها واطلع منها الهواء وارصها كده. حاولي تتحكمي في ايديكي وانتي بتشتغلي بحيث انها تطلع مظبوطة معاكي وشكل واحد. انا هنا كنت عاملة حجمها كبير شوية. هكمل معاكم الصينية كده، وفي الاخر هجيب شوية مية واحاول اعدل البوزة اللي طالعة بتاعت الاكلير دي علشان يبقى شكلها متساوي بعد ما تستوي. وفي نفس الوقت هرش على الاكلير مية، او ممكن تستعملي بخاخة فيها شوية مية وترشيها عليهم قبل ما تحطيها في النار. وممكن تستعملي بيضة مع شوية لبن، او تحطي عليها رشة سكر بودر. وطبعا ما ننساش بقى نشغل الفرن على درجة حرارة 180. هنحط الاكلير بتاعنا في الرف اللي في النص. هياخد تقريبا من 40 ل 45 دقيقة مدة التسوية بتاعته. مش هنفتح عليه نهائي باب الفرن، زيه زي الكيكة بتاعتنا بالظبط لما بنيجي نسويها. هو نفس الطريقة ونفس التكنيك بتاع تسوية الكيك، بس بعد ما بنسويه بنفتح باب الفرن شوية صغيرين كده يطلع بس الهواء السخن من الفرن علشان ما يبص معايا ويطرى. ده كده الشكل النهائي للاكلير بتاعنا بعد ما استوى، طالع مظبوط باقل نسبة تشققات. انا هنا عاملة فيه فتحات علشان الحشو، وفي نفس الوقت بهوي قلب الاكلير عشان ما يعجنش معايا. وهوريكم ازاي نعمل الفتحة اللي في الاكلير من ورا دي، هنعملها بالسكينة. وممكن كمان تفتحي الاكلير بالسكينة كده من الجنب علشان تحشيه. بصوا انا بجيب الاكلير بتاعي بفتحه كده واخرمه من ورا، بدورها كده على قد الفتحة اللي انا عايزاها، ممكن اكبرها ممكن اصغرها زي ما تحبي. وهجيب برضو الاكلير افتحها كده من الجنب علشان احشيها بالكاستر، برضو دي طريقة للحشو. اي طريقة سهلة بالنسبة لك ممكن تتعاملي بيها. هجيب بقى هنا الكاستر بتاعي. انا كان عندي شوية شوكولاتة سيحتهم على النار ورحت مزوداهم على الكاستر بتاعي. لو عندك كاكاو خام ممكن تزودي على الكاستر وتقلبيهم كويس قوي لغاية لما يدوب معاها كده ويبقى خليط كاستر بطعم الكاكاو او الشوكولاتة. هنحشي بقى الكلير بتاعنا. اول ما نلاقي الاكليرايه كده تقلت معاكي في ايديكي يبقى هي كده اتملت كلها كاستر. هنظبطها ونسويها من ورا زي ما انتوا شايفين كده، واكمل انا بقى الباقي وارجع لكم تاني. انا هنا عملت شويه شوكولاته، سيحت شويه شوكولاته كده بمعلقتين من الزيت على حمام ميه دافيه، او ممكن تحطيها في الميكرويف دقيقه كده تدوب معاكي مع الزيت وتقلبيها كويس قوي. وجبت هنا سبرينكل وجبت شوية سوداني كانوا موجودين عندي كسرتهم كده علشان نرشهم للتزيين على الاكلير. هجيب هنا طبق الشوكولاتة واوريكم ازاي بنعملها. ننزلها كده لتحت بحيث انها تطلع مظبوطة معايا، ما تبقاش ملطشة يمين وشمال في الاكلير بالشوكولاتة. هحط عليها هنا شوية سوداني وهرجع اعمل واحدة كمان معاكم زي ما انتوا شايفين كده. بغطسها في الشوكولاتة كويس قوي واوقفها كده بالطول بحيث انها يطلع شكلها مظبوط معاكي. هننزل كل الشوكولاتة الزيادة من الاكلير بتاعنا ونسيبها بقى كده شوية تهدى في الهوا، وبعدين نحطها في التلاجة تبرد وتبقى مظبوطة وطلع حلوة قوي قوي. هعمل بقى في الشوكولاتة البيضة شكل تاني وطريقة حلوة كده للتزيين.
الطريقة اللي تعجبك ممكن تزيني بيها، ممكن ما تحطيش اي حاجة خالص وتعمليها بالشوكولاتة بس كده من غير اي حاجة. هي بس افكار وطريقة نقدم بيها الاكلير. اتمنى تكون طريقتي سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت تقدري تعملي الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها من الشارع تعمليها في البيت زيك زي اجدع حلواني. يا رب تكون طريقتي في عمايل الاكلير معاكم تكون سهلة، وقدرت اوصل لكم الطريقة المظبوطة في عمايل الاكلير، انه يطلع ناجح معاكي باقل نسبة تشققات، وفي نفس الوقت طعم وشكل حلو قوي قوي. يا رب يحسن ما بين ايديا وايديكم يا رب جميعا، اللهم امين. مش هفكركم بقى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لي كومنت، وكمان تشاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم. اتمنى من كل قلبي يكون فيديو النهارده ووصفة النهارده عجبتكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة واكلة جديدة ان شاء الله. سلام عليكم.